بس حبيت أورجيكم بشرتي بالقريب لتشوفوا كيف طلع لي احمرار وتهيج ببشرتي بسبب شي شفته على السوشيال ميديا. وللأسف ما انتبهت إذا هالشي ممكن يكون مناسب لبشرتي أو لأ. واللي وصل بشرتي لهون انه انا شفت دكتورة على التيك توك عم تقول نستعمل السيروم تبعنا تحت الشيت ماسك، مشان الماسك يمنع المواد الموجودة بالسيروم انها تتبخر ويحبس المواد الفعالة في قلب البشرة. وبس نخلص من الماسك نحط المرطب تبعنا. للأسف كثرة الطبقات هاي ما ناسبت نوع بشرتي وعملت لها ردة فعل تحسسية، حسست بشرتي وهيجتها وعملت حبوب تحت الجلد وحبوب حمراء وبرؤوس بيضاء. حاليا انا عم بركز على الترطيب وعم بركز اني استعمل مواد تكون كتير لطيفة على البشرة، ما عم بحط اي احماض ولا اي مواد قوية على بشرتي. وعم بستعمل الغسول الزيتي بس 4 مرات بالاسبوع مشان ما ازيد من تهيج البشرة. اما الغسول الرغوي عم بستعمله بشكل يومي مشان الاوساخ ما تتراكم جوية المسام وتزيد الحبوب. المهم نستخدم مواد لطيفة وتكون ما تعملنا اي ردة فعل تحسسية. أتمنى إني أكون فدتكم بهالفيديو وأتمنى تعملوا لي لايك ومتابعة.